هنيكم على كل شيء عم تعملوه، بإنجازاتكم، بتضحياتكم بمنطقة معقدة من ناحية عدد السكان، من ناحية وجود السوري، من ناحية وجود المخيمات الفلسطينية، وانتم قادرين تقوموا بمهماتكم رغم كل خطورة الوضع والاحترافية تبعكم وتضحياتكم والإنجازات الاستثنائية اللي عم تعملوها، انه عم تعملوها بقلب منطقة مكتظة بالسكان، اللي انتم عندكم هم دايما انه الناس الأبرياء ما تدفع الثمن او تروح بالغلط، بس مت معنوياتي منكم انتم بتعطوني المعنويات مش انا بعطيكم المعنويات. واخر عمليه هو قصه المخطوف السعودي يلي كمان لكم كان فضل كتير كبير فيها. اكيد كل المديريه بيروت للبقاع لجبل لبنان يمكن للشمال كمان اثبتوا انه الامن ممسوك وانتم الوحيدين اللي ماسكين الامن. بعرف عندكم يوميه موضوع المخدرات وموضوع العصابات، لانه كل يوم عندكم توقيفات. وقفة المخدرات مثل ما قلت قبل اخطر من الارهاب، لانه بتفوت بكل بيت وكل مجتمع وبتدمر العيال وبتفكك العيال. وللاسف هيدا تاجر المخدرات لا له دين ولا بيعرف الانسانيه. هيدا السرطان انتم عم تقطعوه، عم تستأصلوه كل يوم، واكيد يزعج ناس. نحن بهمنا شعبنا واهلنا بالضاحيه مسؤولين عنهم، مجبورين تجاههم. بعرف برجع بالكم قديش في صعوبه عندكم هون، ولكن ايمانكم بالمهمة اللي عم تنفذوها وإرادتكم الصلبة واحترافيتكم عم تخليكم تنفذوا هالمهمات وتنجزوا الإنجاز وراء الإنجاز باحترافية عالية. ما تردوا على الشائعات اللي عم تطلع. هدفكم هو حماية لبنان وحماية السلم الأهلي. دوركم هون أساسي مثل العسكر اللي قاعد على الحدود، مثل العسكر اللي قاعد بالجنوب. ما حدا بيعلمكم الوطنية، أنتوا بتعلموا العالم الوطنية. هيدي أسمى مهمة وأقدس مهمة عم بتنفذوها أنتوا. بيحكوا عن المساعدات، عم نسمع اخر فتره قطع المساعدات. مين قال لكم قطعت المساعدات؟ لا، المساعدات بعدها مكفيه. ونحن حدكم، قياده مشتركتكم، المديريه مشتركتكم. كل المطلوب منكم انتم تركزوا على الهدف الاساسي اللي هو بيرجع بعيد مصلحه المواطن والوطن وحمايه السلم الاهلي. رح يكتب التاريخ انه انتم انقذتوا لبنان، وبالفعل انتم بكل محطه عم تنقذوا لبنان بتضحياتكم وسرعة تدخلكم واحترافيتكم. موعودين بموسم سياحي واعد. أهلنا بالاغتراب بدهم يجوا، الأجانب بدهم يجوا. لو ما في مؤسسة العسكرية موجودة بكل لبنان وعم بتقوم بتضحية ورا التضحية وإنجاز ورا إنجاز، بعد في لبنان؟ برأيكم بعد في لبنان؟ أبدا. كل مرة بقولها ورح ضلني أقولها، في عنا خيار من اثنين: يا بنستسلم نترك العصابات والارهاب يتفشوا بمجتمعاتنا وندفع الثمن نحن واهلنا وعيالنا، يا اما بدنا نضحي شوي كرمال الوطن، كرمال اهلنا، كرمال عيالنا، لانه البلد امانه برقبتنا. نكبر فيكم، الشعب اللبناني بيكبر فيكم، وانتم تذكروا انتم خشبه الخلاص للبنان، وانتم العمود الفقري للبنان. يعطيكم الف 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 عافيه. لو ما في انتو، لو ما في المؤسسة العسكرية ما في بلد. بعرف قديش عم تتعبوا، بعرف المشاكل ببيروت العاصمة مركز القرار بعدها في امن من وراكم انتو. ناس عن سوء نية بيجربوا يحطموا بالمؤسسة العسكرية. نحن بنقول لهم لا انتو ولا غيركم بيأثر على معنويات العسكر، ولا انتو ولا غيركم بيعلمنا الحس الوطني، لا انتو ولا غيركم بيعلمنا الشرف والتضحية والوفاء. انتو المدرسة اللي بتعلم الوطنية لكل اللبنانيين.